أرقام قياسية مجنونة دخلت موسوعة جينيس الجزء الثاني. دي أكبر لوحة فنية اترسمت على الأرض، مساحة حوالي 90,000 قدم. الغريب إن اللي قام بالعمل الفني الجميل ده هي مجموعة من أطفال المدارس الصغيرين في ولاية كاليفورنيا بأمريكا. واللوحة ديت خدت منهم 10 أيام متواصل، بدأت في 27 مايو وخلصوا في 7 يونيو، والأحداث دي كانت في سنة 2008. أكبر حلزون في العالم تم تسجيله هو الحلزون الإفريقي اللي صورته ظاهرة قدامك دلوقتي. وصل طول القذيفة ل27.5 سنتي، وده بيعادل حوالي 11 بوصة. أما الوزن بتاعه فوصل ل900 جرام، يعني قرب الكيلو. مطعم أمريكي بيقدم أكبر سندوتش همبرجر في العالم، وزنه 75 كيلو جرام وتمنه $400. بدأ في بيع السندوتش العملاق ده في سنة 2008، ودخل بيه طبعا موسوعة جينيس باعتبار إن مفيش سندوتش وصل للحجم ده قبل كده. مزارع في اليابان ساب التفاحة تكبر على الشجرة لحد ما وصل وزنها كيلو 850 جرام، يعني تقريبا كده 2 كيلو. الموضوع أخد شهرة كبيرة في اليابان، والتفاحة اتسجلت في الموسوعة في 24 أكتوبر سنة 2005. أطول رجل في العالم من تركيا اسمه سلطان، طبعا أغلبنا عارفه. والسبب اللي خلى طوله يوصل لحوالي 2 متر و90 سنتي هو خلل في الغدة النخامية. بيقول إن هو فرحان جدا وسعيد بحياته بالرغم من إنه أحيانا بيعاني في الحركة. أطول كلب في العالم هو الكلب الدنماركي جيبسون، وصل طوله ل 107 سنتيمتر، والكلب ده توفى في 12 أغسطس سنة 2009 بسبب سرطان العظام. آخر واحد معانا النهاردة هو غواص إيطالي قدر إن هو يسوق الدراجة تحت المية لأطول مسافة على مستوى العالم. والفيديو كده انتهى. لو عجبك ما تنساش دعم القناة وتقول لي رأيك في التعليقات، وشارك الفيديو علشان القناة تكبر بيك. سلام.